اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم ميلك شيك اوريو بطريقه سهله جدا وبسيطه هنعمله في البيت. عندي كيلو من اللبن المثلج، عندي معلقتين كريم شانتيه، عندي بسكوت اوريو مفتفتاه للتزيين، عندي قطع بسكوت واحده من الهوهوز، وعندي صوص شوكولاته وكريم شانتيه للتزيين، وعندي ايس كريم، اي نوع ايس كريم انت تفضليه. هجيب عندي شفشق الخلاط نزلت فيه بكيلو من اللبن يكون مثلج وفيه قطع من التلج. بعد كده هنزل عليه بقطع من بسكوت الاوريو. طريقته سهلة جدا وطعمه بجد بيبقى روعة يا جماعة، احلى من بتاع الكافيهات. وجبت عندي قطع من الهوهوز، وهجيب عندي ايس كريم، اي نوع ايس كريم انت تفضليه، ممكن العلب، ممكن اللي هو ايس كريم زي ميجا. بعد كده هجيب عندي معلقتين من كريم شانتيه، تنزلي بيهم على المكونات دي كلها. طبعا معاكي قناه مطبخ فوفا، لو اول مره تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك باذن الله من وصفاتي. نزلت معلقتين كبار من كريم شانتيه، بعد كده همسكه واخفقه كله واضربه في الخلاط بقى عندي بالشكل ده. هجيب بقى عندي الكوبايات اللي انا هقدم فيها، هجيب عندي اي صوص شوكولاته انتي تحبيه، هتبداي تزيني بيه الكوبايه بالطريقه ديت. طعمه خطير يا جماعه، هتعمليه في اقل من 5 دقايق. شكله شيك جدا في التقديم وطعمه بجد تحفه. جيب بقى عندي ميلك شيك اوريو، هبتدي انزل بيه في الكوبايات بالشكل ده. مش هنملى كوبايات قوي، لحد 3/4 كوبايه كده، علشان هنبتدي نزينه بالقطع البسكوت بالكريمه. كريم شانتيه دوت انا عملته معاكي قبل كده كتير. بتجيبي كيس كريم شانتيه بودر على ربع كوبايه من اللبن يكون مثلج وتخفقوهم مع بعض وهيديك القوام ده. جيب عندي بقى صوص شوكولاته، اي صوص شوكولاته انت تفضليه، تبداي بقى تزيني بيه الكريمه بالشكل ده. واجيب عندي قطع بسكوت اوريو انا مكسراه بالشكل ده كده، وهبتدي ازين الكوبايه وكده يبقى شكله معايا الشكل النهائي بتاعه. طعمه بجد خطير، اعمليه الولاد هيعجبهم جدا، موفر جدا لو عملتيه في البيت. انا عايزه اقولك الكميه ديت عملت معايا 5 كوبايات من ميلك شيك اوريو، وده الشكل النهائي بتاعه. طريقته سهله جدا، امشي بنفس الخطوات هيطلع معاكي خطير وطعمه حلو قوي، هيعجب كل اللي يدوق. متنسيش اللايك والشير عشان كل جديد يوصلك، والف هنا وشفا. سلام عليكم.